ازيكم يا حبايبي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بيشوفني بالنهار صباح الخير، واللي بيشوفني بالليل مساء الخير. ويا حبايب قلبي، وقت ما بتشوفوا الفيديو بقى بالتوقيت اللي بتشوفوه بيه، انا بصبح عليكم وبمسي عليكم وقت ما تشوفوا الفيديو. معايا النهاردة يا حبايبي نص كيلو والقاس. نص كيلو والقاس قشرته وجهزته اهو. بصوا، ده نص كيلو والقاس. معايا بردك يعني بمقدار، انا مش معايا الطماطم، معايا بمقدار نص كيلو بردك طماطم. معايا 4 فصوص توم و3 بصلات. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل ان شاء الله القلقاس دوت، بس مش هنعمله بالخضار، هنعمله بالطماطم. انا قشرته وجهزته اهو، بس مرضتش اخرطه. قلت لما اوريه لحبايبي الاول انا بمسكه اخرطه كده. بصوا، انا بعمله صغنن خالص كده. وطبعا لازم يكون معاكي فوطة نظيفة عشان تمسحي السكينة بيها، عشان القلقاس دوت عامل زي ايه؟ عامل زي البامية. بصوا يا حبايبي اهو، انا بعملوش الا حتت صغيرة كده، بس انا حبيت اخرطه اوريه لحبايبي وانا بخرطه كده. انا قشرته وجهزته. بصوا يا حبايبي، فوطة بقى، قماشة نضيفة، يعني اللي تبقى عندك يعني جاهزة، قماشة نضيفة، فوطة نضيفة، اللي يبقى موجود. بصوا يا حبايبي، انا بخرطه، ما بحبهوش كبير، بالذات القلقاس لازم يبقى القطع صغيرة كده. بصوا بالطريقة دي كده. انا هخرط الكمية كلها وهرجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايب قلبي، معلش انا قلت وخدعت عشان بس الاذان كان شغال. انا قلت وخدعت اهو، بس لسه محطتش الكمون والحاجات، هحطها بقى معاكم. معايا يا حبايبي ربع معلقه كمون اهي. مش بس على الاذان، الاذان يا حبايبي معلش كنت فصلت بس عشان الاذان. انا خرجت فصين التوم كده هم، ما دقتهمش عشان هم مش مستحقين دق، خرجتهم كده. القلقاس يا حبايب قلبي اهو انا خرجته. بصوا انا مش هقدر خرجته، هو نضيف خالص اهو، لاني انا مسحاه وماسكه قماشه نضيفه ومسحاه وانا بقشره وانا بعمله. بس انا هغسله برضه. هغسله ازاي؟ هحط عليه عشان دوت بيمزلق، هحط عليه ملح وهغسله بملح، وممكن تحطي شويه خل وممكن ملح بس. انا هجيب شويه ملح كده اهو ابيض، ملح ابيض، وهعملهم كده وهغسله وارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايبي انا غسلته ونضفته. بصوا بقى شكله عامل ازاي، بجد جميل جدا وما بيمزلقش. ليه؟ عشان حط عليه ملح وانا بغسله مش بيمزلق. يعني انا لو غسلاه كده كنت لقيته بيمزلق خالص، لا هو ما بيمزلقش. انا مش عايزه امسكه كده. بصي مش بيمزلق خالص، مش بيمزلق خالص خالص، عشان انا غسلته بملح. بجد جميل جدا. زودت التغذية حبة مية صغيرين عشان اسقطه بقى يستوي مع نفسه وبراحته. احنا يا حبايبي بنحبه بالتغذية احسن ما بالخضار. احنا بنحبه كده زي طبيخ البطاطس وزي الطبيخ كده، بيبقى جميل جدا. انا هسيبه بقى يا حبايبي يستوي براحته على نار هادية، وهجيب الرز اعمله قصاد. بصوا يا حبايبي انا بقى القمر الشهرية ميه ماشي، والقلقاس بردك حطاه هنا اهو، بس انا نقلته من على العين اللي ورا حطيته هنا. معلش البخار، نقلته من العين اللي ورا حطيته هنا، لان العين اللي ورا مولعه. مولعه اللي تحت، سودت العين البوتاجاز خالص، مش عارفه مكتومه ولا ايه.
هزوده بقى يا حبايبي شويه بردك ميه، وهسيبه يستوي مع نفسه براحته اهو. بجد يا حبايب قلبي ريحته جميله جدا، والله الطعم تحفه والله العظيم. بصوا جميل جدا جدا. انا عندي بنتي بتحبه، بنتي بتحبوش وابني بيحبه اسفه. عندي بنتي طلبت القرنبيط وابني بيقول لي لا مش عايزين قرنبيط، يعني كل واحد فيهم بيحب حاجه. طبعا انا قلت هعمل دوت النهارده عشان خاطر منى، وكريم هعمل له لا ده عشان خاطر كريم، معلش يا جماعه انا اسفه مش عارفه اتايها ليه، ده عشان خاطر كريم. والتاني هعمله عشان خاطر منى القرنبيط، هنبقى نعمله مع بعض برضه. قلت لهم عشان ما تزعلوش نفسكم انا هعمل اللوبه دي دوت، واللوبه الجايه جاتها عشان خاطر التاني، يعني كل واحد نفسه ياكل حاجه هعملها له في يوم. بصوا يا حبايبي انا يا حبايب قلبي ما بحبش اقلب المعالق دي، ما بحبش بالمقصوصه ولا بالكبشه، اغرف بيهم بس ما بحبش اقلب بيهم. كل اللي بيقول لي اما انت يا ام كريم ليه بتمسكي المعلقه الصغيره وتقلبي بيها ما تقلبي بحاجه كبيره؟ لا انا بحب المعلقه كده، بعرف اتحكم فيها واعرف اقلب كويس. بصوا يا حبايبي دي معلقه ملح اهي، دي برضه ميه عشان نكمل. انا عملت الرز ابو شعريه ده كام مره معاكم، هنسيبه راخر يستوي مع نفسه براحته لحد ما القاس يستوي، هيكون ايه هو برضك استوى. هجيب بس الغطا وكده يا حبايبي انا حطيت الاكل يستوي. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه النهارده من السوق. تعالوا يا حبايب قلبي بقى نشوف جبنا ايه النهارده. جبنا الكرنبتين دول اهمت، الكرنبتين دول ب25 جنيه. هوريكم وبعدين اقول لكم الاسعار، ولا اقول لكم الاسعار وانا بوريكم اي حاجه مش مشكله. دول الاتنين دول ب25 جنيه، والعنب دوت ده كيلو وربع ب15 جنيه، كان ب12 ونص. دي بطاطس اهي، انا اللي قاطعه الحته دي منها. بصوا يا حبايبي اهي البطاطس دي كانت ب15 جنيه. الخضار دول ب5 جنيه. الخيار دوت اهو، الخيار ده الكيلو ونص ب10 جنيه. طماطم دي الكيلو ونص ب10 جنيه. طماطم هودت اهي يا حبايبي. الفلفل الفلفل دوت كان ب15 جنيه، انا جبته من الراجل ب10 جنيه. ده شكله عامل ازاي، جبته ب10 جنيه منه، هو كان بيقول ب15 انا جبته ب10. دوت كربوناتو مش بيكنج باودر، كربوناتو اللي بينعمل بيه البسبوسه وبينعمل بيه بنحط على القرنبيط والحاجات دي يعني. دول ب3 جنيه. النهارده انا جبت شويه حاجات بس بساط، يعني زي ما انا قلت لكم، يعني ما بكترش لاني بخرج. دي فاصوليا خضراء اهي، كانت بتباع ب20 حبه وندهت وقالت ب15، جبت نص كيلو. جبت قرص القرنبيط دوت اهو يا حبايبي، القرص القرنبيط ده ب15 جنيه. بصوا قد ايه
15 جنيه. القرنبيط ماسكين فيه قوي. هي بتبيع القرص لوحده ب15، الاتنين ب25. بس انا طبعا هجيب القرصين اعمل بهم ايه؟ جبت قرص واحد، قلت كفايه قوي عليا قرص واحد، ده كتير بنعمله بيفيد. جبت يا حبايبي، جبت الفشدار دوت، وجبت مش عارفه هو قال لي على اسمه بس نسيته يعني. ده بينحط طبعا، حبايبي اللي بيتفرجوا على الفيديو عارفينه دوت، عشان ابقى اعمل بانيه. جبت تمن عدس، تمن مش ربع، ده تمن عدس اهو. الربع ب12 جنيه، انا جبت تمن ب6 جنيه. ودول اللهم صل على سيدنا محمد، ده 15 جنيه الاتنين. هو اداني الاتنين ب15 جنيه. جبت كمون على بهارات اهو، دول ب10 جنيه. حبة الكمون على البهارات وشكل ده. هرجع لكم تاني يا حبايبي. كده يا حبايبي انا اوريكم الحاجات اللي انا جبتها اهي كلها، ماشي. دوت المبودر، ودوت ده وده عشان نعمل. بس انا لسه هجيب بقسماط، يعني انا سألت على البقسماط قال مش موجود، وانا نسيت اجيب من واحد تاني. جبت دول كده. جبت يا حبايبي المجامع دي اهي، المجامع دول ودول، جبتهم الاتنين ب25 جنيه. كان بيقول الواحدة ب12 ونص. جبت النوع دوت وجبت النوع ده، قلت ده نخليه للشاي والسكر، شكله حلو. انا عندي برطمانات برضك فيها شاي وسكر، اللي هي السكريات اللي انتوا بتشوفوني بعمل بيها. اللي هم دول يا حبايبي اهو، انا كنت شارياهم برضه، دول للشاي والسكر. بس بصراحه هم ادموا، قلنا نغير ونجيب دول شكلهم حلو، قلت دول خليهم للشاي والسكر. دي كل واحده فيها معالقها، بس انا جبت دول طلع اتنين مفهومش معالق، الاتنين دول مفهومش معالق اهم، والباقي فيه معالق. قلت مش مشكله، نعمل ايه؟ نحط في دول، نحط في واحد الكمون والحاجات بردك اللي انا جايباها في اكياس دي، افضيها واحطها بردك كل واحد احطه في كيس، وهعمل لزق واخلي منى تكتب لي عليه وتقول لي دوت ايه وده ايه. بصوا يا حبايبي بقى، انا عبيت دوت مرق الدجاج اهو، ده مرق الدجاج انا عبيته هنا كده على النفر، يبقى ياخد المعلقه كده بحالها. دي مرق الدجاج، هخلي منى تكتب لي لزق وتحطولي عليه بردك بنظير لو انا مش موجوده، محدش يتوه. ده ممكن يفتكروه دقيق، انا هفتكر اسمه واخليها تكتب اسمه دوت. وده اللي انا جبته اهو، حطيتهم هنا. هبقى اشتري بردك كمان ب10 جنيه واكمل المجامع دي وعينهم. دوت كمون اهو، انا كنت كل ما اروح السوق اشتري ب10 جنيه وعينه. اما مليت المجمع دوت اهو كمون. بصوا يا حبايبي مش بيخسر. وطبعا دوت فضيته هنا في كيس بدل الورقه البيكنج باودر دوت، لا دوت مبودر مش بيكنج باودر، ده مبودر. ودوت يا حبايبي ده انا اسمه ايه؟ نسيت اسمه، دماغي راكبه اسمه استنى بس نسيها. ده كاكاوي، نسيت. ده انا عبيت المجامع دول وفاض المجمع ده، قلت اما احط فيه الكاكاوي والمجامع التانية دي برضه. يعني انا هسيب بتوع السكر دلوقتي وهعين دول دلوقتي، مش هفتحهم الا لما ايه اشوف برضك هجيب ايه واحط فيهم
انا عندي دلوقتي حاطه في مجمع حلبه ومجمع فيه الشاي ومجمع السكر، يعني دول متوفرين مش هيخسروا. انا هعينهم وما احتاجهم هفتحهم واحط فيهم. ودول يا حبايبي انا عبيت دول هم، والعدس ده هنعينه ونشوف الاكل وارجع لكم يا حبايبي. تعالوا يا حبايبي بقى اوريكم القلقاس عمل ايه. بصوا البخار بيطلع على التليفون. بصوا يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله استوى اهو، بس انا هسيبه كمان شويه عشان انا بحبه مستوي قوي. بصوا بصوا يا حبايبي استوى خالص اهو، بس انا هسيبه كمان شويه عشان انا بحبه مستوي قوي. وهنشوف الرز بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله ما شاء الله الرز عامل ازاي. بصوا يا حبايبي، طبعا انا مش هعمل سلطه جنب الاكل دوت، عشان ان عملت سلطه القلقاس مش هيتاكل. انا هعمل ايه؟ هغطي ايه، انا مش عارفه النهارده انا تايهه ليه. هعمل القلقاس وفي جرجير عندنا والرز ورز وحادق، وهو حلو قوي رضا كده القلقاس والخضار والحادق. بس مش هعمل حاجه عشان يتاكل يا حبايبي، عشان لو عملت حاجه عملت سلطه بيروحوا سايبينه واكلين السلطه. يعني انا عملت لوبيا، ال8 كيلو اللي كنت جايباه كلنا فيه، يعني احنا كلنا كلنا يوم فيه، وتاني يوم سخنته وكلت منه انا وولادي، وفاض برضك منه نص الصحن ورميته. و8 كيلو يعني مش مكمل حتى ربع كيلو. احنا عندنا الطبخات العيال عايزين سلطه ومش عايزين اصلا طبخات خالص، يعني هم عايزين سلطه عايزين حاجات كده، مش عايزين طبخات خالص. انا بقى مش هعمل سلطه خالص جنب الاكل على ما هم ياكلوا. ماشي حبايبي. معايا حبايبي بقى المواعين دي وسخه اهي، معايا شويه صحونه والكوبايات والحاجه دي هغسلها بقى. انا رحت السوق وجيت والله من السوق نظفت الشقه، بس ما صورتهاش لكم. نظفت الشقه وعملت فطار وبسطت على البطتين اللي عندي وشفت كله، وقلت بقى ايه اطبخ واغسل المواعين وكله وانا واقفه في المطبخ مره واحده. يعني النفر واقف في المطبخ هيعمل كل حاجه. انا يا حبايبي بقى النهارده كان يوم حلو. انا كنت رايحه اصلا من السوق لان الغساله العاديه بتاعتي بايظه، وكنت مديه الراجل كان عندي شويه ألمونيا كده قدام مديتهم له ودفعت عليهم فلوس، وجبت حله غساله جديده واشتريت بودي. هعمل غساله جديده بقى ان شاء الله، ما اعملها هوريها لكم برضه. بصوا يا حبايبي انا خلصت المواعين وشطبت المطبخ بقى اهو. هنروح بقى نشوف الاكل. بصوا يا حبايبي القلقاس اهو استوى. بصوا بقى اوريكم انا بقى. بصوا بسم الله ما شاء الله استوى خالص. بصوا انا عايزاه كده بقى، عايزاه مهروسه خالص كده اهي. استوى. انا بوريكم في الغطا ليه، ما عشان كده كده هغرف الاكل دلوقتي. الرز الاخر خلاص اهو استوى. بصوا الرز مفلفله وعامله ازاي حبايبي. انا كده خلصت يا حبايب قلبي. هنغرف الاكل واوريه لكم بقى اخر حاجه. وهو ده يا حبايبي كان الفيديو بتاعنا. الاكل استوى اهو، وغسلت المواعين وروقت الشقه وعملت كله. هو ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه. قولوا لي ايه رايكم في عمايل القلقاس كده ولا بالشرب احسن؟ في ناس بتحبوش بكده، بتحبه بالشوربه، بس احنا بنحبه كده بيبقى جميل جدا.
هعرف لكم حبه بردك واوريكم. بصوا يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا شكله بجد، الشكل جميل جدا جدا. بصوا جميل جدا جدا. بصوا يا حبايبي، هو ده كان النهارده اكلنا. عملت ولقاس وعملت رز وقلنا جرجير اخضر وحته حدقه جنب الاكل، بس انا مش هغرف الاكل طبعا على ما يجوا بالسلامه. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.